فعجبني الكابتن محمد حلمي لانه عمل حاجات كويسه جدا في الشوط الثاني. يمكن ممكن برضه لظروف ان هو فرقه اقل من امكانيات نادي الزمالك، فكان بيلعب على طريقه واحده بس، حته الهجمه المرتده. تعديل في الاسلوب يا كابتن كان ميزه من ميزات الاتحاد الشرطه. هو كان بيلعب 4-1 في الشوط الاول، بيبقى خالد سطوحي موجود امام الاربع مدافعين، كان فتحي مبروك مع السادات مع اونش مع سعيد كمال، وقدامهم خالد قمر. كانت بتحول ل 4-2-3-1 في النواحي الهجوميه بسعيد كمال والسادات وونش وكمان خالد قمر، ويخلي 2 لاعبين ارتكاز فتحي مبروك وخالد سطوحي. الشوط الثاني اتعدل تماما بخروج سعيد كمال، حط اونش من ناحيه اليمين، حطه ناحيه الشمال عشان يوقف جبهه يمنى الى حد ما قويه، والدليل على هذا بعد خروج اونش اعتقد ان الجبهه اليمنى اتحركت تاني، لان لما كانت لها مشكله مع احمد كمال كان في قافلين، التامين كان كويس جدا. التعديل الثاني ان هو لعب 4-3-2-1. ال 4-3-1 كان بلبل وفتحي مبروك وخالد سطوحي جنبه سيد. انت معاك تليفون صح؟ لا معيش تليفون. لا، خالد سطوحي وكمان جنبه كان اونش، وخلى خالد قمر كده. كانوا بيسالوا اسمه اونش ولا اسمه محمد ماجد اونش؟ محمد ماجد اونش. بس انا ده مهيب اللي بيسال مش انا. الاسم 3 مرات يعني. ده مهيب اللي كان بيسال مش انا. طب هتاخد وقت دي، هتاخد وقت يعني. فالتعديل اللي اتحصل 4-3-2-1 على اساس انه امن تامين الاطراف، وامنه بشكل كويس جدا اذا كان رضا العزب او السادات، عمل دور ممتاز. نفس الموضوع اونش مع احمد كمال، وقفوا جبهه يمنى خطر جدا نادي الزمالك. نعم. الزمالك في ظل الكثافه العديه اللي عملها نادي اتحاد الشرطه باكثر من 7 لاعبين، والاعتماد على الهجمه المرتده لخالد قمر ومحمد سادات، وكان لها فعاليه كبيره جدا. حاول كتير، ولكن معظم لعيبه نادي الزمالك كابتن بنتكلم على عبد الملك ومحمد ابراهيم كان عاملين رقابه من 3 لاعبين في نص الملعب. ثاني حاجه ان احمد جعفر كان بينزل كتير جدا، فكان بيريح الاربع مدافعين. الاعتماد على جبهه يمنى واحده فقط لا غير اثرت كتير جدا. ما شفناش محمد عبد الشافي وصبري رحيل ومحمد ابراهيم بنفس الشغل اللي كان موجود في ماتش الاتحاد، نظرا للامور التكتيكيه الممتازه وتحفيز الادوار للاعيبه اتحاد الشرطه كان افضل من الاتحاد بشكل ممتاز. كابتن علاء، لو